السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم أحمد. النهاردة أعمل لكم طريقة عمل البان كيك الياباني بطريقة سهلة جدا جدا ومميزة. تابع معايا الطريقة والخطوات عشان تطلع سهلة وبسيطة وجميلة إن شاء الله عليك. مكونات عبارة عن طبعا حوالي بيضتين بالشكل ده، حوالي ربع معلقة فانيليا، معلقتين سكر، معلقة عسل أبيض. ابدا بقى ان انا اقلب المكونات دي على بعضها بالشكل ده لحد السكر ما يدوب مع البيض ويبقى الخليط كريمي كده. ممكن تبدلي بدل المضرب اليدوي المضرب الكهربائي بتاع البيض. اضرب جامد كده بالشكل ده. طريقة سهلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت، ولادك هينبسطوا منها جدا. بعد ما ضربت البيض مع السكر مع العسل مع الفانيليا، هحط عليهم حوالي كوباية الا ربع دقيق. حطيت عليهم ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر. قلبت كده المكونات على بعضها بالشكل ده، وبعدين ازود كمان معلقتين مية. اقلب بقى كده لحد ما الخليط بتاعي بقى كريمي بقى بالسوم كده. طبعا هركنها حوالي 10 دقايق لحد ما ترتاح معايا. سبتها ارتاحت. كنت حاطه الصينيه على النار، ووطيت النار عليها ودهنتها بالماده الدهنيه. هبدا بقى ان انا اجيب الخليط بتاعي واحطه في الصينيه كده. استنى بقى لحد ما تعمل فقاقيع كده من فوق. ابدا بقى ان انا اقلب، وهو ده اللون اللي انا عاوزاه، لون دهبي محمر. عملت كده الكمية كلها بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي وسهلة جدا. عملت الكمية كلها على بعضها بالشكل ده. الكمية كلها هي سهلة وبسيطة وجميلة وحلوة جدا وجامدة جدا. ممكن تاكلها كده، تتاكل كده تبقى حلوة جدا وسهلة وطعمها لذيذ وحلوة. تزودها بقى اي شوكولاتة انت حباها. طبعا انا عملت عليها صوص شوكولاتة بالشكل ده. طريقتها سهلة جدا. صوص الشوكولاتة انا هسيب لكم الطريقة في صندوق الوصف. طبعا بقى التشكيل حسب ذوقك انت. الشوكولاتة طالع كده منها تحفة جميلة روعة والله يا جدعان، روعة جدا جدا يعني. شكلي زي ما انت حابة. طبعا بقى دي ولادك رايحين الحضانة الصبح، رايحين المدارس، تعملها كده في العصاري، حاجة في العشاء، حاجة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص. منين ما ولادك يحتاجوا اي حاجة حلوة تنك داخلة على المطبخ عاملة البان كيك الياباني. تحفة وسهلة جدا وبسيطة. بسم الله ما شاء الله. جهزنا الأكلة بتاعتنا حاجة حلوة في 10 دقايق. تحفة. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة اما تعملي الطريقة دي وتجربيها. ما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.